السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارفة اقول لكم صباح الخير ولا مساء الخير، لان في اليوم ده انا للاسف صاحية متأخر على غير العادة. انا كنت صاحية حوالي الساعة 10، فده بالنسبة لي في توقيت المدرسة متأخر جدا جدا. بس بقى لان انا كنت تعبانة، فصحيت في اليوم ده متأخر، فعشان كده بقى الروتين بتاعنا بدأ متأخر. عادي جدا لما الروتين يبدأ متأخر، بس ما يبقاش كل يوم، يعني على قد ما نقدر. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واتم حال يا رب العالمين. اهلا بيكم معايا في قناتي خديجة الادوات المطبخ. قبل ما نبدأ الفيديو زي ما اتعودنا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. متنسوش تحطوا لايك للفيديو. روتيننا النهاردة بدأ متأخر بس بدري في نفس الوقت. ازاي؟ انا بدأت معاكم بالغدا، لان الفطار كان حاجة كده على السريع، كل واحد سندوتش بجبنة كده، وجري جري حضرت الغدا. حضرت ايه النهاردة؟ بص، انا كنت اللي انا بطبخه ده نص دكر بطاية يعني، بس نصها بالطول كده، الصدر والورك مع بعض. يعني هنا الحبهان بحطه في خلة اسنان علشان ما يجيش تحت ضرس الاولاد، فطبعا هيتعقدوا من الدنيا وما فيها لو جه في الشوربه. لكن طبعا شوربه البط احنا مش بنشربها، بس انا قلت اقول لكم الفكره دي علشان نظرا يعني ان الحبهان ده دايما بيجي تحت اسناننا كده وبيضايقنا جدا. حطيت بقى كده ملح واسفه فلفل اسود ولوري وحبهان وطماطمايه وبصلايه، حاجته بقى كده ولوحته كده لحد ما نشف خالص من الميه، البخار بيطلع منه كده. وبعد كده نزلت عليه بالميه السخنه. الطيور بتحب المية السخنة، بتعجب من السوا بتاعتها وما بتخليهاش ياخد وقت كتير. ما ينفعش خالص نحط مية ساقعة، بتخلي الطيور سواء الفراخ او البط او حتى اللحمة تشد كده وبتاخد منك وقت. لازم أن تكون المية سخنة. يعني حتى لو الكهرباء قطع بكون حاطه جنبي في العين اللي جنبي يعني حلة مية كده بتغلي، واقوم نازله عليها على طول. عشان أنا صاحيه متاخر وعايزه انجز. الحمد لله كان البيت عندي متروق، بس انا كنت تعبانه، ومازال ممكن كمان يكون باين على صوتي دور البرد اللي مش سايب حد ده. بس الحمد لله بقيت بحب جدا 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 ان انا اصور معاكم روتينات على قد ما اقدر. بصوا ده الفير يا بنات اللي احنا كنا جايبينه، اللي هو من روز جاردن. هو في الرغوة كويس وحلو جدا، بس بصراحة الريحة بتاعته، يعني هو بتالي بالليمون الأخضر، ريحته مش اللي هي أقوى حاجة. هقول لكم على فكرة حلوة جدا، بتوفر كمان في المسحوق اللي هو الفيري او ايا كان، يعني سائل المواعين. لازم لو انت عندك الميني بانيو زي اللي عندي ده، لو ما عندكيش تجيبي مثلا اي علبة صغيرة كده عندك وتحطها في اول يومك كده على البوتاجاز، اسفل على الرخامة، على الحوض يعني، وتحطي شوية الفيري. هتستخدمي شوية فيري صغيرين جدا، وتملاها بقى مية. ولا بحط خل، اوقات بحط خل بس مش دايما. النهارده ما حطيتش خل و... ولا اي حاجه بقى، ولا ملح ولا الكلام ده. لكن اما بتقعدي تستخدمي من الازازه كده شويه بشويه كل شويه، بصراحه بتهدري منها كتير قوي. دي الاطباق بس اللي طلعت، البلاستيكيه اللي انا كنت بعيد يعني تشطيف على البطه وكده، وكل واحد فينا عملنا كوبايه شاي بلبن صغيره كده وسندوتش بجبنه. دي ازازه اللبن بقى اللي ما بستغناش عنها. اللبن ما شاء الله يا بنات، لما بتجيبيه وتحطيه تغليه وتسيبيه تاني يوم في الحلة اللي انتي غالية فيها، وبعد كده تعينيه في التلاجة في الازاز دي، ما شاء الله يعني الكيلو اللبن ممكن يقعد معاكي اسبوع او اكتر في التلاجة من غير ما يروب خالص. ده بحالة لو انت حطاه في الازازة ازاز. لكن بقى حطاه في اللي هي الحلة بتاعته او كده، وكل شوية بقى تاخديه تحطيه على البوتاجاز وتسخنه وكده، لا طبعا ده بيأثر من عمر اللبن، يعني بيخليه يروب بسرعة. دي بقى اللهلوبة، وهي فعلا اسم على مسمى. انا كنت جبتها معاكم من زمان، من اول يعني من اول ما فتحت القناة كنت بجيب حاجات من ماي واي وكنت بجيبها. لكن طبعا ما عدتش بجيبها من زمان. فانا بقى لقيتها كده، كنت في مرة في العباسي في المنصورة، فلقيتها هي دي الحجم الصغير ب25 جنيه. انا بحب اجيبها بقى لو انا سائل المواعين خلصان عندي، باخد منها برضو قطعة صغيرة كده بمثابة معلقة كبيرة، واسفة معلقة صغيرة، واملى بيها الميني بانيو ده اللي هو اللي انا بحط فيه سائل المواعين، واملاه مية بقى، ويفضل معايا برضو طول اليوم. يعني انا البانيو ده بيفضل فيه المية بالصابون، بتساعدني بقى ان انا كل شوية
اي اطباق تتوسخ اغسلها على طول، وما استهلكش في المسحوق او سائل المواعين خالص. بلاش تاخدي من ازازة على الاسبونش على طول، لان بصراحة بتستهلكي مسحوق كتير يعني. بصوا بقى، انا حابة اكلمكم على حاجة بصراحة هي مضايقاني. هو تعليق يعني ما شاء الله، انا بقى بيجيلي تعليقات الى حد ما كويسة وبتشجعني جدا، بس هو تعليق يعني مضايقني شوية. يعني هنا بس بقول لكم اللي ده البانيو اللي انا بقول لكم عليه، بحطه كده في الجنب، وطول اليوم بقى بستخدمه على طول. وفي اخر اليوم بفضيه طبعا، لان لو سبت سائل المواعين فيه هيطلع ريحه لتاني يوم يعني. في اخر اليوم بسيبه فاضي خالص من الميه، وبغسله كويس، وخلاص على كده بقى. وتاني يوم الصبح ان شاء الله زي ما شايفين كده بنبدا نملاه. التعليق بقى اللي هو ايه، انا يا بنات لما بنزل فيديو باخد اللينك بتاعه بنزله على صفحتي على الفيسبوك، وبنزله على صفحتي الشخصية. يعني أنا عاملة صفحة أو بيج على الفيسبوك باسم خديجة لأدوات المطبخ، بنفس اسم القناة يعني على اليوتيوب. فبعدين تعليق جالي بقى، هو انت بتقعدي تنزلي اللينك انت هتشحتي المشاهدات والمشتركين؟ انت كده كده فاتحة قناتك من زمان وقناتك مش هتكبر. انا بصراحة ما ردتش عليها، ولا اكني شفت التعليق، ما حبيتش يعني. هو التعليق ضايقني، هو الكلمة هي اللي ضايقتني. انت يعني قناتك مش هتكبر. بص، ربنا دايما بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي، وانا ظني بالله ان شاء الله. حتى لو قناتي شوف، حتى لو القناة ما كبرتش انا مبسوطة بالعدد اللي فيها، بس برضو عندي امل ان هي القناة تكبر. بس انت اللي تقولي كلمة كويسة يا بلاش منها، ولا اكنك يا ستي شايفة الكومنت بتاعي ولا البوست اللي انا منزلاه. انت ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مضايقك؟ آه، ما تعرفيش مثلا الحاجة زي دي انا بكون مبسوطة بيها، وببسط اكتر لما ما شاء الله تتفاعلوا عليها وتعملوا لايكات واعجابات. يعني انا مبسوطة معاكم. انت بقى انت مش مبسوطة معايا، ما ولا كأنك شايفة حاجة، وما تدخليش تعلقي وتقولي يعني حاجة سلبية او حاجة مش كويسة. بس بيني وبين نفسي رجعت قلت ايه، التعليقات السلبية او الكومنتات السلبية دي بداية النجاح ان شاء الله، يعني بإذن الله من غير مقاطعة، يعني متفائلة خير. فانا بس حبيت اقول لها بس من خلال الفيديو، يا عندك كلمه كويسه تقوليها، يا تعملي نفسك مش شايفه وما تعلقيش، ولا اكنك اي يعني، ولا اكنك شايفه وخلاص. بلاش تكسري بخاطر اللي قدامك، ما تعرفيش الكلمه اللي انت بتقوليها بتضايق ازاي. ما انا ما بحبش الناس اساسا اللي بتحب تجرح في الناس بكلامها كده، اللي هو زي ما يكون ايه بتحدف كده صراحه يعني. ممكن بقى هي اتضايقت ان انا في الفترة الاخيرة يعني الى حد ما بدأت ان انا اهتم مش ههتم والله يا بنات يعني مش ههتم بالقناة. انا على قد ما بقدر ان انا بحاول ان انا انزل فيديوهات. اللي بتصور روتينات بتكون عارفة هي قد ايه تصوير الروتينات صعب جدا. تصوير الوصفات ما بيبقاش متعب زي الروتينات، لان بتاخدي الكاميرا في اتجاه معين وتحطيه من هنا لهنا، يعني بيبقى حوار كبير. انت ما تعملي الحاجة لنفسك من غير تصوير غير ما تعمليها. هتقولي انت طب انت بتعمليها ليه يا ستي؟ انا حاجة بحبها، انا حاجة بحبها وحلمي ان انا اكبر فيها، وحلمي ان انا يكون ليا دخل منها. ايه اللي انت يعني ايه اللي بيزعل الناس في كده؟ ما نساعد بعض، وكمان بنتشجع مع بعض وبنستفيد من بعض. انا برضو بشوف قنوات وبستفيد منها، ما فيهاش اي حاجه يعني. وانتوا برضو اما بعمل حاجه لو علقتولي مثلا وسبتولي بس لا اعملي كذا او جربي كذا، انا برضو ما انا بستفيد منكم. ما احنا كلنا مع بعض اخوات. وكلمه يا بنات، انا قناتي روتينات يعني. جالي والله برضو تعليق كده، انت ليه على طول بتقولي يا بنات؟ هقول يا اولاد ليه؟ هو الاولاد لها في الروتينات ولا يعني؟ ممكن الوصفة ماشي يعني بيبقى كله مع بعض يعني عادي، اللي حابة تجرب وصفة يجرب. بس الروتينات ده كلنا ستات بيوت كده، بنوتات أمارات قاعدين في بيوتنا ملكات، وبنحاول نعمل ونجدد ونشجع بعض في القناة وفي عامة يعني بشكل عام. اما بتحس ان حد بيقوم بيعمل معاك بيعمل حاجة، انت بتتشجعي وتقومي، حتى لو انت قاعدة كسلانة بتتشجعي وتقومي، صح ولا لا؟ واتمنى ان انتوا تردوا عليا بقى في الكومنتات، وتقولي لو انا غلطانه في حاجه برضو اكتبولي. في الاول وفي الاخر انا بحب كل بنوته مشرفانا على القناه، والقناه دي بتاعتك قبل ما تكون بتاعتي. وسيبنا بقى من الموضوع ده عشان ما ناخدلوش اكتر من حقه. ونرجي بقى نعمل كده بقى حاجه حلوه. بصوا للاولاد،
في اليوم ده بصراحة جننوني. انا بعمل حاجة وهم خلوني اتجاه تاني خالص. ده كده ربع كيلو دي اسبونج، حطيت عليه 3 بيضات، وحطيت عليه ربع كوباية من المية، وذرة كده من الفانيليا، ونص معلقة من محسن الجل. المحسن الجل ده لو انت هتستخدمه المضرب اللي هو العادي اللي زي بتاع المضرب الكهرباء، لكن طبعا لو عندك عجان ما تستخدميش محسن جل، مش لازم خالص. دي الاسبونج ده انا بجيب ارباع يعني بجيبه ربع بربع كده. كان في التوقيت ده كان كيلو ب12، كيلو ب50، ده الربع ب12 ونص. بجيب الربع على قدنا. ممكن طبعا تجيب النص كيلو لو انت ما شاء الله عدد افراد اسرتك كبير ما شاء الله، يعني هي 6 بيضات عليها نص كوباية من المية العادية الخالص، وذرة برضو الفانيليا، ومحسن الجل مع تكون معلقة كبيرة، وتضربي بالخلاط، اسفة بالمضرب. المضرب بتاعي ده بدأ يشحر كده طول ما انا بعمله. على فكرة انا كنت بفصل واريحه، لانك قاعد بيعمل صوت كده ما عادش مطمني خالص. هو الضرب كده حوالي 10 دقايق بس، من وقت للتاني كنت بفصل اللي هو المضرب، تريحيه يعني شوية. ده كده اللون بعد ما فتح خالص. الربع كيلو ده انا كنت جايباه معاكم من شهور على فكرة، من كذا شهر، يعني ممكن من 2 3. ده بقى جبت الصينية الحجم الوسط في الطقم المستطيل، وحطيت كده ورقة من الزبدة، وحطيت عليها نقطة مية من تحت عشان بس تثبتها، وهنزل عليها. انا كنت عاوزة اعملها تورتة. انا كنت عملت برضو من فترة الربع كيلو دقيق، بس كان دقيق اسبونج فانيليا. كنت عملت تورتايه صغنطوطة خالص كده. على فكرة التورتايه دي لما انا بعملها، انا بصوا يا بنات بتكلم معاكم والله بكل صراحة، انا كنت عاملاها يوم الاربع، فيوم الخميس ده انا رايحة عند ماما. فطبعا يوم الخميس بيبقى السوق عندنا، فانا خلاص قلت انا هعمل اللي هو الكيكة دي او التورتايه يعني، ومش هروح بقى السوق يوم الخميس، لان هتقعد الكيكه دي هتقعد معايا كذا يوم. فانا في اليوم ده ما كانش عندي فواكه يعني، فقلت اعملها بديل لها. حطيتها بقى في درجه حراره 170. ده كده كان الغدا بقى بتاعنا جاهز. نسيت اقول لكم اصلا الكلام خدني، وان احنا عملنا كده شويه قلقاس. كان كيسه، اخر كيسه عندي في الفريزر من السنه اللي فاتت، واحنا داخلين بقى في الشتاء والقلقاس قرب يطلع. وده بقى البطايه بعد ما حمرتها كده في شويه من الزيت، وغرفت لكل واحد كده في الطبق بتاعه. بغرف للاولاد كل واحد في الطبق بتاعهم، علشان اقدر اتحكم في ان هم ياكلوا كويس، لان طبعا الاولاد في سن اولادي دول بيكونوا متعبين جدا في الاكل. اتغدينا طبعا، ما قمتش اشتغلت على طول ابدا، مش الكهرباء بتفصل ساعتين بنريح احنا بقى في الساعتين دول. ده بقى كنا خلاص قرب المغرب كده. قلت بقى احضر الكريمه، كوب من الكريم شانتيه، معلقه من الكريم باستري، معلقه كبيره، معلقتين من اللبن البودر. اللبن البودر بيعزز جدا هو والبستر كريم من الكريم شانتيه، فهو كريم شانتيه خام، فطبعا هنحط له سكر. حطيت كده للكوبايه كريم شانتيه حوالي يعني اكتر من ربع، شويه ربع كوبايه من السكر. سكر ناعم بس ما هواش يعني مش محبب قوي، مش اسود يعني، حاطه السكر يكون ابيض. وحطيت هنا بقى كوبايه من الميه المتلجه، كنت حطاها في الفريزر. وحطيت يعني حطيت كوبايه ونص. بس انا الكريمه مش ما كانتش متماسكه قوي، فرجعت زودت كمان معلقتين من الكريم شانتيه، وبدات اللي انا اضرب كده. طبعا لو انا كنت ضربت شايفين السمك بتاعها، هي بقى كده كويس. لو انا ضربت الكريمه والسبونج مع بعض في المضرب، كان المضرب كان البقاء لله يعني. ما شاء الله الكميه كترت جدا معايا. فانا قلت انا هقسمها بقى، هاخد جزء، ولو احتجت هاخد الجزء التاني، ما احتجتش خلاص هحتفظ بيه في الفريزر عادي. ممكن لو حبيت اعمل اي حلويات تاني هستخدمها. ولان انا طبعا عايزه الجزء اللي انا هستخدمه هحط عليه كده معلقه من الكاكاو الخام، عشان بقى احنا عاملين الاسبونج كاكاو او شوكولاته، فيبقى الدنيا كلها شوكولاته في بعضها. الكاكاو الخام لازم ان احنا ننخله، لان بيكون فيه تكتلات، وطبعا لو انت ما نخلتهوش هيكتل معاكي في الكريمه. ده كده
على فكرة انا كنت نسيت حاجة، لو تلاحظوا يعني ان انا نسيت ادهن الصينية من الجوانب بزيت او اي حاجة، بس الحمد لله يعني عملتها بالسكينة كده وطلعت بكل سهولة. هي حوالي خدت معايا بالظبط 25 دقيقة وكانت جاهزة، لان انا حاطة الربع كوباية الربع كيلو في اللي هي الصينية الوسط زي ما قلت لكم. فكل ما يكون يعني كمية الدقيق في صينية اوسع ما تاخدش وقت معاكم في الفرن كتير. وكده انا بشيل اللي هي الطبقة اللي على الوش كده، تشال بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده، لان دي لازم نتخلص منها، لان بصراحة دي اللي بتكون مجمعة الزفارة بتاعة البيض، بتكون الطبقة دي زفرة جدا، لازما ان احنا نشيلها، ما ينفعش تقولي عادي يعني ما نشيلهاش. وطبعا هنشيل القاعدة من تحت في ورقة الزبدة، وبشيل برضو الطروف كده، بس مش يعني هي حاجات من على الماشي كده، مش ما تاخديش جزء كبير من الكيك. عارفين يا بنات انا بعمل ايه؟ انا بجيب الدقيق الاسبونج وبجيب الكريمه بالحاجات دي، دايما بتكون عندي. مش لازم ان انا اجيبها مره واحده، ولو جبتها مره واحده زي ما قلت لكم يبقى في اليوم اللي انا هعمل فيه الدقيق وكده التورته او ايا كان هعمل حلويات، يبقى مش هجيب فواكه في الاسبوع ده، لان ما شاء الله الحاجات دي اساسا سواء انت بتشتريها من بره مكلفه بتجيبيها وتعمليها مكلفه، هي ما بتبقاش طبعا مكلفه خالص بنفس ما انت بتجيبها من بره. يعني انت هتشوفوا دلوقتي معايا الكيكه دي هتعمل معايا كميه قد ايه، بربع كيلو من الدقيق وثلاث بيضات والكريمه قولي مثلا مستخدمه كيلو من اسفه، اقل 8 كيلو من الكريمه، يعني بمثابه 25 جنيه. انا بقول لكم ان انا كنت عاوزه بقى اقطع، ولو كنت وريت لكم صوت الاولاد بقى وهو جنبي، انا عاوزه اقطع كده طبقه وبعد كده اقسمها بالنص فهتدي لي 4 طبقات. فانا قلت بقى، لقيت الاولاد جايبين لا يا ماما احنا عاوزين الطواجن اللي احنا بنشوفها في عند محل الحلويات. فقلت لهم خلاص بقى طالما انت يبقى كده، طالما هم عايزين دي يبقى انا مش هحتاج المنشار اللي انا هقص بيه. قسمت كده 6 قطع عشان نعمل 6 طواجن. هي الطواجن اسمها طواجن السعادة، بتتباع بقى في اي محل حلويات بقى زي ابو عادل وابو عطا والحاجات دي كلها، المحلات القريبه مننا هنا يعني في المنصوره. فانا جبت بقى معلقه من اللي هو نسكويك وكوبايه من اللبن ودفيتها بس كده علشان النسكويك يدوب. يعني حطيتها على 30 ثانيه في الميكرويف، هي يعني يعتبر شالت سقعية بس التلاجة، مش دافية كمان. وجبت كده بقى الطواجن ونزلت بكل طاجن معلقة كده من الكريمة عشان نثبت الكيك من تحت. وبدأت بقى بصراحة هم طلع عندهم حق، يعني اللي انا عملت الطواجن ما خدتش مني وقت خالص. كنت بقى لسه قاعدة اظبط الكريمة ومش عارفة ايه والكلام ده، لا والطواجن ما شاء الله الحجم كبير. انا هوريكم في اخر الفيديو اللي هو طاجن ابو عادل، اما كنت بجيب الطاجن من ابو عادل اللي هو الحجم الصغير اللي هو في الاول اللي انا بحط فيه ده، هو ده طاجن ابو عادل. لكن الطواجن التانية دي انا كنت شاريها معاكم في مشتريات قبل كده. أم، ف يعني كنت شارياه اللي هو الصغير ده كان حوالي ب30 جنيه، ده من فترة يعني من فترة كبيرة يعني. فانا قلت بقى خلاص ان انا هعملها لهم طالما هم عايزين ان كل واحد ياخد الطاجن بتاعه. طب ما قلت لهم ده ما هعمل لكم التورته وكل واحد ياخد قطعه، لا احنا عايزين في الطواجن كل واحد عايز ياخد الطاجن بتاعه كده يكون مستقل بنفسه. قلت لهم خلاص بقى طالما انتوا عايزين كده براحتكم. جبت كده المج ده بقى الجزء بتاعه من فوق بيكون واسع، فكنت عايزة حاجة أوسع برضو، فجبت اللي هي البولة أو السلطانية بتاعت الشوربة دي. طبعا الهالك ده كله مش هيترمى، أنا هحطه في طاجن كده لوحده يعني، بس بعد ما أخلص الكمية. وكمان كان في فوارق كده من الطواجن ديت مش متغطية، بقيت أخد قطع منها وأحطها عادي يعني مفيهاش أي حاجة، مش هتبان. لا يعني لو انت بقى خايفة من حتة انك تعملوا التورتة في البيت وتجازفي وما تظبطش معاك وما عندكيش ادوات اللي هي بقى المنشار واللي هو السكرابر والحاجات دي، لا هاتي الاسبونج واعملي زي ما انا عملت كده ورصيه في طواجن، هيطلع معاكي يعني مش هياخد منك وقت ما شاء الله، وهيدي معاكي كمية. وكمان او الاولاد هيبقوا مبسوطين بيه جدا بصراحة، يعني هو كان طعمه خطير والاولاد كانوا طايرين من الفرحة بصراحة. الكمية دي خدت معايا الكوباية كلها ما شاء الله، الكوباية من اللبن
لان الكيك بيكون ناشف شويه فما تسقيله، بس ضروري ان الكيك يكون بارد تماما. واللبن برضو اللي انت اللي انت بتحطيه عليه يكون بارد، ما يبقاش سخن. ممكن بقى تحطي معلقه نوتيلا، تحطي اي حاجه، ممكن تحطي لبن حليب بس من غير اي حاجه خالص. لكن عشان كان عندي نسكويك فحطيت معلقه من النسكويك وسقيته كده عشان يخلي الاسبونج طري. وجبت كده بالمعلقه، وانا جايبه معاكم السكرابر، بس انا قلت بقى طالما الاولاد حبوا انه يعملوا في الطواجن انا هعمل كل حاجه يعني بالادوات اللي عندي في المطبخ العاديه، عشان لو حد حب يعمل ما يتعقدش بقى ويقول طب انا ما عنديش كذا، طب انا ما عنديش كذا، لا هستنى لما اجيب. لا، احنا هنعمل كل حاجه في البيت يعني بالادوات اللي موجوده عندنا، اللي هي دي الاسباتيولا العاديه جدا بتاعتنا. في الاخر طبعا هنمسح كل ده بالمنديل وهنظبط العمل، يعني ما نقلقش. والاخر الشكل النهائي هيبقى قمر، والطعم هيبقى تحفة. نعمل بقى الجناش. كوباية الا ربع من اللبن، ربع كوب من الكريم شانتيه، 3 معالق كبار من زيت، بس الزيت يكون نضيف. هقلبهم كده وهرفعهم على النار. بس قبل ما نرفع من على النار هجيب قالب من الشوكولاتة، دي القالب ده شوكولاتة سما، هقطعه كده كويس مكعبات صغيرة، لان انا هعمل الجناش هسخن اللبن، لكن مش هحط الشوكولاتة على النار، لان انا هحط الشوكولاتة بعد ما اللبن يبدأ يسخن على النار اللي انا هحط عليها اللبن والكريم شانتيه والزيت، اللي هي انا بحطها على العين اللي انا بعمل عليها القهوة، وعلى درجة حرارة هادية، واقلب لحد ما يوصل للغليان، بس ما يغليش، يطلع بخار كده وتحس ان هو يغلي، واللبن يكون سخن جدا بس اللبن ما يغليش معانا. اول ما يوصل للدرجة دي هنقوم شايلينه ورافعينه من على النار وحاطين فيه الشوكولاتة. عشان كده بقول لكم نقطع الشوكولاتة، لو تلاحظوا ايد خديجة كده ومحمد عمالة بتشتغل وعايزين ياكلوا من الشوكولاتة وانا بقطع الشوكولاتة، نقطعها قطع صغيرة او قطع صغيرة علشان تدوب معانا بسرعة من سخونية اللبن. انا هنا كان عندي باكل نسكافيه ده، فانا لقيته في جنب المشروبات، يعني الشاي فتله والكلام ده، فقلت خلاص طالما هو عندي هو اختياري مش اجباري. هو كان عندي طبعا من قبل المقاطعه، حطيته كده وقلبته وهرفع بقى على النار. ده كده بقى شايفين هو البخار اللي طلع منه ده، هننزل عليه بقى بمكعبات الشوكولاته اللي احنا مكسرينها دي ونقلب، والسخونيه بتاعت اللبن هتدوب معانا الشوكولاته، وعملناه من غير ما نحط على النار الشوكولاته عشان ما تشدش معانا او تكتل معانا. بس انا ما عنديش خلفيه كبيره قوي يعني في الحلويات، بس على قد ما بقدر بحاول ان انا اتعلم، وكل حاجه اقدر ان انا اعملها في البيت يعني خلينا كده دايما متفقين، انضف واحسن واوفر، والاولاد بتكون مستمتعه بالحاجه اللي انت بتعملها في البيت اكتر من اللي بتجيبها من بره. الشوكولاته في الاول هتحسها ان هي مكتله معاكي، لكن بعد كده هتسيح زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي مساحه الجو برد، فهي كانت بردت خالص. ونصفيها بقى كده ونصب بقى على الطواجن. ما شاء الله ما شاء الله، المعلقتين الزيت اللي احنا حاطينهم بيدوا لمعان للجناش بطريقه. الاولاد كانوا عايزين كده يخطفوا الجناش، بصراحه كان طعمه حلو جدا. طبعا برجع لنوع الشوكولاته اللي انت مستخدماها، شوكولاته سما يعني يعتبر من الشوكولاتات الكويسه في الحلويات. في انواع اعلى اكيد، بس انا بجيب دايما اللي هو سما او دريم ايا كان، بس بجيب اللي هو 200 جرام، يعني حوالي اقل من ربع كيلو. وبدأت كده بقى اللي انا اصب. ما شاء الله كنت مفكره الجناش هياخد الكميه دي كلها، لا يا دوبك خد نصها وبقى معايا نص، يعني محتفظه بيه برضو في التلاجة. يعني كميه الربع كيلو سبونج هتحط كوبايه الا ربع من الكريم شانتيه، ونص قالب الشوكولاته اللي هو 200 جرام، يعني 100 جرام. جبت بقى بصوا كل حاجه عندي كده، البواقي من التورته اللي انا عاملاها المره اللي فاتت، وفي حاجات كنت بجيبها. انا كل ما بنزل عمريتي بجيب حاجه بحاجه، ما بحبش انزل اجيب الحاجه مره واحده، لان يعني لو انا نزلت جبت الحاجه دي كلها مره واحده يعني هتقطع مبلغ وقدره. فلا، انا كل ما بنزل المنصوره بجيب ومعديه من عمريتي، اجيب اي حاجه انا يعني ناسياها
احاول ان انا افتكر واجيب حاجات كده واعينها بقى عندي في درج كده، مخصصه درج عندي في التلاجة لحاجه الحلويات دي. حطيت اللي هو الكريسبي الكبير واللي هو قطع الكونو ده زي بتاعه الايس كريم كده، وبحط اللي هي الشوكولاته شيبس الابيض برضه عشان بقى تكسر اللون كده. اي تزيين بقى اللي انت عاوزاه. انا عملت كله شكل بعضه، يعني ما عملتش طاجن شكل وطاجن شكل، انا كل شكله بعضه. الشوكولاته شيب اللي هي الكبيره، الكويرات الكبيره دي هم كانوا اخر شويه عندي، فانا خلصت منهم فكتبتها عندي عشان ان شاء الله لما انزل المنصوره اجيبها بقى. وهنا بقى الصوص الكراميل الماجيك بدات اعمل منه كده اشكال زجزاج رايح جاي. ايه رايكم بقى في الحاجات الحلوه القمر دي؟ كل دي ايه؟ كل ده بربع من دقيق الاسبونج. على فكرة دقيق الاسبونج بيكون اوفر من ما تعملي الكيكة العادية. يعني انا بقيت حابة اللي انا دايما لما اعمل الكيكات، طبعا مش كلها يعني، بس في حاجات بتكون حلوة اوي بالدقيق الاسبونج احلى من الدقيق العادي. الا بقى باستثناء كيك البرتقال والحاجات دي، لا الكيك اليومي لابد طبعا من الدقيق بتاعنا. شايفين انا بقول لكم ده الطاجن بتاعه عادل، اصغر طاجن فيهم. انا بتهيالي هو هيبقى دلوقتي بحوالي 35 جنيه او حاجة. وقمت بقى مطلعه اللي هو الطبق الجرار ده الدائري، وقعدت بقى اوريكم في الاشكال. بصراحة كان نفسي تدوقوا معايا، اتفضلوا معايا بقى. سبحان الله، كنت عاوزة اعمل حاجة والاولاد خلوني اعمل حاجة تانية، بس بصراحة طلع عندهم حق. نيجي بقى كده ندوق كله في وقت واحد، يعني ما استنيتش ان الحاجة تحط في التلاجة. الحاجات اللي زي دي اما تتعمل قبلها بساعتين 3 على الاقل تكون كويسة، مش عايزة اقولك قبلها بيوم يعني. لكن انا في وقتها على طول دقنا بقى، بقينا كده بصوا خلف الكواليس بدي لمحمد معلقة والخديجة معلقة كده وعمالين ندوق كده عشان نقول لكم رأينا. كده بقى احنا نمنا وصحينا تاني يوم ورحنا عند ماما بقى، كان الخميس. سبيروس باتس ده ابني كان عاوز يعني عايزه بأي طريقة، فالحمد لله ما صدقنا اللي احنا لقيناه، وقلنا بقى اصوره لكم كده واقول لكم رأيي. فما لقيتش الا طعمين، اللي هو بطعم الكيوي اللون الاخضر ده بصراحه كان طعمه جميل جدا، واللي بيحب الكيوي هتحس بريحه وطعم الكيوي فيه. الصودا بتاعته مش عاليه قوي بصراحه، وده حاجه عجباني عشان الاولاد الحاجات دي ما بتبقاش صحيه عليهم. اما طعم العنب ده هو طعمه كويس اللي بيحب الحاجات المززه، بس فيه تركه كده او سنه ايه اللي هو دواء الكح. بس هو بصراحه هو عجب الاولاد، بس انا اللي عجبنا اكتر طعم الكيوي. الواحدة كانت ب9 جنيه. انت شفت بقى الحاجة اما تكون هي مش موجودة عندنا في البلد خالص، فانا لقيتها في المنصورة فجبتها. الاولاد كانوا طايرين من الفرحة بصراحة، فقلت بقى ان انا اصورها معاكم كده وجربوا، وقولوا لي لو انت جربتوا اطعمة تانية قولوا لي هي ايه وطعمها حلو ولا لا عشان اجربها لو لقيتها متوفرة قدامي ان شاء الله. كده يا بناتي كل الفيديو بتاعي خلص معاكم، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وكومنت حلو منكم، وتشيروا الفيديو لكل اصحابكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف مليون سلامة يا حبايب قلبي.